أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله. طبتم جميعا وطيب الله سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذه الجمعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما نسأله جل في علاه أن يسأر لنبيه ومصطفاه. اللهم اسأر لنبيك الكريم، اللهم يا قوي يا متين، اللهم يا قوي يا متين اسأر لنبيك الكريم ممن آذاه وافترى عليه يا قوي يا متين. أيها الأحبة في الله، المنهج العملي لنصرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، المنهج العملي لنصرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموضوع الذي أعيش به مع حضراتكم في هذه الجمعة المباركة، بعدما عشنا في الجمعة الماضية مع الحب الصادق والفدائية العجيبة التي ضرب بها الصحابة والتابعون أروع الأمثال في حب النبي صلى الله عليه وسلم وافتداء سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. وقلت في اللقاء الماضي في آخر عنصر كان عنوانه إلا تنصروه فقد نصره الله، ثم أرجأنا الحديث عن هذا العنصر لنخصه بخطبة كاملة، بل ربما بخطبتين أو أكثر من ذلك، لأن هذه الآية ولأن هذه العبارة التي قالها ربنا جل جلاله في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله، تحمل من المعاني ما الله به عليم، تجعل المؤمن الصادق يبحث بحثا حثيثا وسعيا حثيثا عن كيفية نصرة هذا النبي الأمين، كيف أنصره وكيف أقف إلى جواره في هذه الأزمات المتوالية وهذه الإساءات المتتالية المتعددة التي لا تنقطع ولا تتوقف أبدا. نعم، وجب علينا الآن أن نتعلم كيف ننصر الحبيب صلى الله عليه وسلم من خلال هذا العنوان المهم الكريم الذي ألخصه وألخصه في عناصر عديدة. أولا بين يدي الموضوع، ثانيا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته في كل ما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر، رابعا وأخيرا وليس آخرا كما ستعلمون الدعوة إلى دينه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والذب عن شريعته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتأدب معه تأدبا يليق بمقامه الكريم، كما سنعلم في هذه العناصر التالية اتباعا بعون الله جل في علاه. أريد منك الآن أن تنتبه إلي جيدا بين يدي هذا المنهج والموضوع. أقول دائما إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله وهو رسول الله وهو شفيعنا وكريمنا، هو أقرب الخلق على الله جل في علاه. محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وهو أول شافع ومشفع صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الخلق وأكرم الخلق على الله. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وتاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد لامني فيه الكفور قد لامني فيه الجهول، ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. فيا رب صل على الحبيب محمد واجعل
واجعله بفضلك شافعنا في غد. أيها الحبيب، لا يخفى على أحد في هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض الآن لحملة إساءة شرسة ولحرب تشويه ضارية ضرود. والعجيب في هذا الأمر أن هذه الحملة وأن هذه الحرب ليست متوقفة أو قاصرة على الإساءة إلى شخص النبي الكريم الغالي صلى الله عليه وسلم، بل يتعداها الأمر إلى أبعد من ذلك. فوراء هذه الإساءة أبعاد كثيرة خطيرة ومغازي لا يعلم خطرها إلا الله. لها أبعاد استخباراتية وأبعاد عسكرية، أبعاد اقتصادية، أبعاد سياسية، وأبعاد دينية متطرفة من قبل هؤلاء المتطرفين الأمريكان أو الفرنسيين أو أيا كان منهم. نعم، لها أبعاد خطيرة جدا لا يعلم خطرها ولا يعلم مداها إلا الله جل وعلا، أو من أعمل فكره وعقله وراء هذه الحملة التي جاءت في هذا التوقيت خاصة. لماذا تشن الحملة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام خاصة؟ لعلك تعجب معي أن الفيلم الأمريكي الهابط الذي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تأججت سيرانه إلا في اليوم أو في الأيام التي كان يزور مصر فيها أكثر من 100 مستثمر أمريكي. ثم ترى بعد ذلك هذه المجلة الفرنسية الهابطة التي راحت ترسم النبي صلى الله عليه وسلم في صورة مسيئة إلى شخصه الكريم الغالي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يزور فيه وزير الخارجية الفرنسي أرض مصر. ما الذي حدث ولماذا في هذه التوقيتات؟ ثم تعجب أكثر من ذلك أن ترى رئيس وزراء فرنسا بنفسه يخرج ليصرح أمام العالم الإسلامي بل أمام العالم كله أن هذا الذي يدور وأن هذه الرسومات وأن هذه الأفلام هي مجرد حرية فكر وحرية تعبير، هي مجرد حرية فكر وحرية تعبير. ومن أراد أن يستاء أو من استاء من ذلك وأراد أن يفعل شيئا فليذهب إلى المحاكم، أمامه المحاكم، وكأنه يقول بهذه الكلمات: من أراد أن يغضب، من أراد أن يسأر فليضرب رأسه في أكبر حائط يراه. ليس لدينا كلام غير ذلك نقوله، وأنتم تحتاجون إلينا وأنتم تتذللون إلينا وأنتم تنتظرون أموالنا واستثماراتنا في هذه الأيام. نحن رؤساؤكم ونحن أسيادكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. نعلم جميعا أن الكفر لا ينصر إسلاما أبدا، وأن الشرك لا ينصر توحيدا أبدا، وأن هؤلاء لا يبحثون إلا عن مصالحهم. هم الآن يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أحدا يدافع، ولا نرى أحدا من هؤلاء الزعماء والرؤساء الذين ترفعوا على هذه العروش. لا نرى أحدا يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسأر لحبيب الله جل في علاه. لك الله يا محمد، لك الله يا حبيب الله، لك الله يا رسول الله. وإني والله ثم والله لأستبشر من وراء ذلك بشرا استبشارا كبيرا، لأني أعلم مهما تخاذل الحكام ومهما تخاذل الرؤساء بل ومهما تخاذلت الشعوب في نصرة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا الذي خلقه وبعثه لن يخذله أبدا ولن ينساه أبدا ولن يتركه أبدا. وإن الله جل في علاه سيسأر لنبيه صلى الله عليه وسلم في اليوم أو غدا، ثم لتعلمن نبأه بعد حين، ثم لتنظرن إلى ما يقول إلى هؤلاء من سأر الله جل وعلا لنبيه اليوم أو غدا أو بعد حين. الله جل وعلا لن يخذل نبيه أبدا، لأن الله سبحانه هو الذي تكفل بحمايته وهو الذي وعده بنشر دينه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله جل وعلا لن يقتل نبيه ولن يتخلى عنه أبدا مهما تخلى عنه الناس، فإن رب الناس لن يتخلى عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا هو الذي وعد بحفظ نبيه. أليس الله سبحانه هو الذي قال لنبيه إنا كفيناك المستهزئين؟ أليس الله جل وعلا هو الذي قال لنبيه فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا؟ أليس الله جل وعلا هو الذي قال لنبيه إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك هو الأبتر المقبور؟ أليس الله جل وعلا هو الذي أخبر نبيه بقوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم؟ أليس الله جل وعلا هو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ستنزل عليهم اللعنات وستنزل عليهم الأزمات وستنزل عليهم الضوائق والكربات في الدنيا قبل الآخرة، ليعلم هؤلاء على من يتطاولون وعلى من يشترئون وبمن يسخرون. يسخر بحبيب الرحمن، يسخر بنبي الملك العلام، يستهزأ من محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله هؤلاء ظلموا نبينا، والله جل وعلا سيسأر لنبيه كما وعدنا بذلك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله سنرى في الأيام المقبلة ما تسر به قلوبنا وما ترتاح له وما تنشرح له صدورنا من نصرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أستبشر بهذا خيرا، وإن كنت لا أرضى عنه، وإن كنت حزين على ذلك، وإن كنت حزينا على ذلك، لكني أستبشر خيرا أيضا، لأن هؤلاء يريدون من خلال هذه الإساءة أن يوقفوا هذا المسل العظيم وهذا السيل الجرار، أن يوقفوا هذا السيل الجرار لدين النبي المختار الذي بدأ بل انتشر بالفعل في كل الأمصار والأمصار. لا يعرفون ماذا يفعلون، يريدون أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم. هل يستطيع البشر ولو اجتمعوا جميعا على الشمس أن يطفئوا نورها أو أن يطفئوا جذوتها؟ لا والله ما يستطيع أحد على ذلك أبدا. هم الآن يحاولون أن يوقفوا هذا المد الإسلامي الذي ملأ الدول الغربية الآن، ففي كل يوم يكسب الإسلام أرضا جديدة وأعدادا كثيرة عديدة ممن يدخلون في دين الله أفواجا. نعم هم يريدون أن يوقفوا ذلك ولا يعلمون أنهم عندما تركوا هذا الطريق سيجعل كثيرا من غير المسلمين يبحثون عن الإسلام ويقرؤون عن نبي الإسلام، ثم بعد ذلك يدخلوا في دين الله أكثر وأكثر، يدخلوا في دين الله أفواجا. لك في قول الشاعر العربي تلوى وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت هيأ لها لسان حسود. إذا أراد الله نشر فضيلة توقفت، ما عادت تنتشر، ما عادت تظهر بين الناس. ترى الحساد والحاقدين يتكلمون عنها ويسيئون إليها، فترى الناس يبحثون عن هذه الفضيلة ويقرؤون عنها ثم يعجبون بها ليتمسكوا بها بعد ذلك. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت هيأ لها لسان حسود. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. نعم أيها الأحبة هي بشرى لنا، وأنا أعلم أن الله سيسأر وينتقم ويدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يدافع عن المؤمنين الصادقين، فكيف بسيد المؤمنين؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أخبر ربنا بذلك كما في سورة الحج. لكن أريد منك أيها الحبيب أيضا أن تشارك في هذه النصرة وأن تبحث عن
كيفية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المنهج الذي سيكتب غدا أو بعد غد في لوحة كبيرة عظيمة لتوضع في قلب هذا المسجد لكل من أراد أن يشارك في نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليقرأ ويتعلم ويسمع ثم يخرج ليطبق بعد ذلك بنود هذا المنهج وشروط هذا المنهج من أجل أن يحوله من كلام نظري إلى واقع عملي. أول خطوة من خطوات هذا المنهج على طريق نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي أن تجدد الإيمان به صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم وقد ورثنا الإسلام من آبائنا وأجدادنا، لكن من منا حقق الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا نادى على المؤمنين أن يجددوا الإيمان وأن يؤمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الله يأمرك بأن تؤمن بنبيك مع أنك مؤمنا. نعم، الله ينادي على المؤمنين أن يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لنا كما في سورة الحديث: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أمر من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط لازم، لا تستطيع أن تدخل في الإسلام ولا تستطيع أن تشم رائحة الجنة إلا إذا حققت الإيمان به صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وهو خير خلق الله وهو سيد البشر على الإطلاق. هل تعلم أيها الحبيب أن الله سبحانه قد أخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء من لدن آدم حتى عيسى عليه السلام الذي كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أخذ الله العهد على كل الأنبياء إن حضروا في زمان محمد أو خرج محمد فيهم أو أدرك أحدهم محمدا وهو حي أن يؤمن به وأن ينصره. اسمع إلى هذه الآية ربما تتدبرها لأول مرة. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. أخذ العهد على الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. اسمع: ثم جاءكم رسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن أبي طالب وقال ابن عباس رضي الله عنهم: قال: ما من نبي بعثه الله في أمة من الأمم إلا وأخذ الله عليه العهد أن يؤمن بمحمد إن هو أدرك محمدا أو إن خرج محمد وهو حي، أن يؤمن به وأن يؤمن به وأن ينصره وأن يعزره، ثم يخبر أمته بذلك بأن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن تنصره وأن توقره وأن تعزره. نعم، هو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال، واسمع إلى ما قال: والذي نفس محمد بيده، قسم نبوي شريف، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد في هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال النووي في تعليقه على هذا الحديث خص النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بالذكر تنويها على غيرهما أو على من هو دونهما، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب، أي نزل فيهم كتاب: لما آتيتكم من كتاب وحكمة. فنوه النبي صلى الله عليه وسلم باليهود والنصارى
على كل من سواهم من الأمم والأنبياء. لا يسمع أحد في هذا الزمان منذ أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار. قال الله جل وعلا: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هل حققت الإيمان؟ هل حققت الإيمان بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل ينبض قلبك حبا له؟ لابد وأن تحقق الإيمان من جديد. فالإيمان ليس كلاما دخانا يطير في الهواء، وإنما الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب أو بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. نعم، لابد وأن تحقق الإيمان به. فإن حققت الإيمان به أو زعمت أنك تحقق الإيمان به فاعلم أن الخطوة الثانية مباشرة توضح مدى حقيقة إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالخطوة العملية الثانية بعد الإيمان بالحبيب هي طاعته فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. هل تطيع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كم من أمر أمرك إياه فخالف، وكم من دعوة دعاك إياها فما أجاب. انظر إلى دواوين السنة النبوية، وانظر إلى التعاليم النبوية التي تحفظها أنت الآن، وانظر إلى نسبة تطبيقك وطاعتك لهذه النصوص. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حزين. تحزن على نفسك وأحزن على نفسي لأننا فرطنا في طاعة الله ورسوله. فالخطوة العملية الثانية لمن أراد نصرة الحبيب هي أن تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تنتهي عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. وقد وضع الله جل وعلا هذا الأصل الأصيل في آية فريدة فزة من آية التنزيل كما في سورة الحشر، حيث قال جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه افعلوه وما نهاكم عنه فانتهوا ابتعدوا. فشعار المؤمن الصادق هي الطاعة، هي السمع بلا تردد، والطاعة بلا انحراف للحبيب صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب كل خير، ومعصية الحبيب صلى الله عليه وسلم سبب لكل شر، لأن طاعة الحبيب طاعة للرب جل في علاه، ولأن معصية الحبيب معصية لله جل في علاه. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعته طاعة لله جل في علاه. بل إن طاعته سببا في الفوز العظيم الذي تبحث عنه ويبحث عنه كل مؤمن صادق. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. دخل رجل على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أنتظر حتى آتي إليك لأنظر إليك يا رسول الله، وإني ذكرت اليوم موتي وموتك فعلمت أنك إذا مت يا رسول الله رفعت إلى النبيين، وأني إذا مت فأدخلت الجنة خشيت ألا أراك يا رسول الله. فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل الأمين على الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فوز وفلاح، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم
سبب في الرحمة كما قال سبحانه وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في الهداية كما قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الإيمان الصادق والحب الخالص للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لابد وأن تطيع رسولك صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، لأنك لن تستطيع أن تدخل الجنة إلا بطاعته. فكل طريق إلى الجنة مسدود إلا الطريق الذي يأتي منه النبي المحمود صلى الله عليه وسلم. روى مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة. اللهم لك الحمد ولك كل أمتي يدخلون الجنة اسمع إلا من أبى، أي إلا من رفض. هل تعلم أن هناك من يرفض أن يدخل جنة ربنا سبحانه؟ هل تعلم أن هناك من المسلمين من لا يسعى ومن لا يحب أن يدخل الجنة؟ هل تعلم ذلك؟ لا والله لا أعلم ذلك. أقول لذلك استفسر الصحابة رضي الله عنهم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ حد يقصد العبد ده؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بإحساء لحيتك، أمرك بالصدقة، أمرك بالإحسان إلى الجار، أمرك بالبعد عن السجائر والتدخين والمخدرات. ألم تعلم أن الله ورسوله أمراك أن تبتعد عن أكل الربا، عن الفحش في القول، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن الخداع، عن العجب، عن الكبر، عن الغرور، عن الحقد، عن الحسد. إذا ماذا تلزمنا؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من عصى رسول الله يرفض أن يدخل جنة الله. فهل تحب أن تكون من هؤلاء العصاة؟ هل تحب أن تكون من هؤلاء الأباء الذين أبوا دخول الجنة؟ إن قلت بقلبك ولسانك لا، فهيا أطع الصديق، أطع الرسول صلى الله عليه وسلم، أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا تتردد أبدا في أن تطيع أمره وأن تبتعد وأن تجتنب نهيه صلى الله عليه وسلم. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا ونهانا وحذرنا منه لنفعل الخير ونكثر منه ولنبتعد عن الخير ولنبتعد عن الشر ولنجتنب الشر ولنبتعد عنه بعد ذلك. نعم، هكذا الخطوة الثانية. ولو تأملت في حياة الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من الطاعة للحبيب صلى الله عليه وسلم، والله لتعجبت أشد العجب. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الجمعة، يقف بين أصحابه ليكلمهم بعد أن وقفوا، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا. فيجلس الصحابة كل في مكانه، ويسمع عبد الله بن رواحة أو عبد الله بن مسعود يسمع قولة النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، وهو في الطريق في حر المدينة المحرم. فلما سمع جلس في منتصف الطريق. فلما أنهى النبي كلامه وهو يجلس في هذا الحر الشديد ظل جالسا حتى رآه الصحابة. قالوا له ما لك يا ابن مسعود، أو ما لك يا ابن رواحة، ما الذي أجلسك في هذا الحر وفي هذا المكان القائد؟ قال هنا وصلتني قولة النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فجلست. فما كان لي أن أتقدم خطوة بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إي والله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلالا ظاهرا، ضلالا واضحا. وتعجب أشد العجب ممن يتشدق بحب النبي ثم تراه مقصرا في حقه وفي اتباع سنته وفي الدعوة إلى دينه صلى الله عليه وسلم.
ألم تعلم أن علامة طاعة النبي وعلامة الإيمان بالنبي وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم هي الطاعة بلا انحراف، وهي السمع بلا تردد. اسمع بماذا أثنى ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء المؤمنين. قال الله جل وعلا: اسمع لعل هذه الصفة تكون فيك الآن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هؤلاء هم الصادقون من أهل الإيمان. أما البطالون من أهل النفاق فهؤلاء قال الله جل وعلا فيهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الفاسقون. أسأل الله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى ربكم واستغفروه وسائروا من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين. أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، الخطة العملية الثالثة على طريق نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أن تصدق الحديث في كل ما أخبر عن ربه. تصدق الحديث في كل ما أخبر عن ربه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. أخبر ربنا بذلك وشهد له بذلك: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكفى بالله شهيدا. بل إن أعداءه شهدوا له بالصدق قبل أصحابه وأوليائه. إن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قد أقروا بصدق النبي، فقد كان النبي يلقب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. بل يأتي أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقر بذلك وليعترف وليخبره بذلك، ليقول له: يا محمد إنا لا نكذبه. مش مكذبينك أنت، إنا لا نكذبه ولكن نكذب ما جئت به من عند الله. فأنزل الله جل وعلا آية في سورة الأنعام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، وجب عليك أن تصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن ربه، فلقد صدقه المشركون والكافرون. أفتكذب أنت حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ لا، فلا بد من تصديقه في كل ما أخبر. ولو تدبرت أمر النبوة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت أن النبي قد مر بكثير من الاختبارات العملية التي تبين صدقه أمام القاسي والداني. فلقد قال الله جل في علاه في هذا الكتاب الذي أنزله على نبيه ومصطفاه: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وعلم النبي أصحابه هذه السورة وحفظها لكل أصحابه أو لبعض أصحابه، وانتشرت هذه السورة حتى وصلت إلى أسماع أبي لهب وإلى أسماع زوجه أم جميل. فهل كان أبو لهب قادرا على أن يخرج في يوم من الأيام والنبي يقرأ هذه الآية ليقولها: أنا الآن أؤمن بمحمد وبما نزل على محمد، ليكذب بإيمانه هذا ما قاله محمد؟ هل استطاع أبو لهب أن يفعل ذلك؟ لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولو أن أبا لهب أو زوجه فعل ذلك في لحظة من اللحظات لوضع النبي بل والنبوة كلها في موقف الحرج وفي حرج بالغ. لكن الله جل وعلا هو الذي أخبر بأن النبي لا ينطق عن الهوى، وأن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق فيه كله صلى الله
الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عبد الله قال: كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالت: تكتب كل شيء عن محمد وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب. قال عبد الله بن عمرو: فأمسكت عن الكتاب، أي أمسكت عن الكتابة، ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد لرسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ما نطق إلا بحق وما أخبر إلا بصدق. ولو تأملت كثيرا من الأخبار النبوية وأنزلتها على أرض الواقع لرأيت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كم من حديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لم تقع في زمانه لكنها وقعت في زماننا هذا. روى مسلم في صحيحه، على سبيل المثال، روى مسلم في صحيحه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما قط. صنفان من أهل النار لم أرهما قط: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ألم يقع ما قاله وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل كما وصف تماما؟ بلى، وقع كل ذلك. ورأينا هؤلاء القادة ومن تسلط من جنودهم ممن يمسكون بهذه السياط ليضربون بها الناس هنا وهنالك. بل ورأينا هؤلاء الكاسيات العاريات الذين أصبحوا الآن كالحمى على القلوب وكالقذى على العيون. تراهم في كل مكان، في كل طريق، وفي كل مواصلة، وفي كل جامعة، وفي كل مدرسة. خرجت الفتاة كاسية وهي في أصلها عارية، تلبس ملابسا تبين وتصف وتظهر كل ما أخفي من جسدها والعياذ بالله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقع ذلك، بل إن الغرب كان يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويذكر من بعض كلماته، من بعض أحاديثه، عندما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. قالوا: هذا كلام لا قيمة له ولا وزن. في هذا الزمان الذي صنعت فيه المنظفات والمطهرات نغسل هذا الإناء الذي ولغ الكلب بلعابه فيه بالتراب؟ ما هذا التخلف وما هذه الرجعية؟ إلا أن العقلاء منهم لما تفكروا في ذلك وأخضعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم للتجارب العملية أثبتت لهم التجارب أن في لعاب الكلب بعض البكتيريا والجراثيم التي لا تموت أبدا ولا تقتل أبدا مهما وضع عليها من المطهرات والمنظفات إلا إذا وضع عليها التراب. وفي هذا آمن من آمن من هؤلاء الكفار والمشركين. عجبوا من نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه. ما هذه القداسة؟ هذا الشيء المقزز للنفس. نغمس الحشرة بعد أن وقعت ثم نخرجها ثم نشر ذلك. ما هذا كلام لا يليق أبدا. فلما وضعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم موضع التجارب العملية علموا علم اليقين أن النبي لا ينطق عن الهوى، وأنه صادق في كل ما يخبر عن ربه، وأن الذبابة إذا وقعت أو ولجت في الإناء تدخل بجناحها الأيسر، فجناحها الأيسر يوجد عليه الجراثيم وجناحها الأيمن يوجد عليه دواء هذه الجراثيم. من أعلم النبي بذلك؟ من أخبره أن الذبابة لها جناحان، أن الذبابة لها جناحان أو لها جناحين، إحداهما يحمل الداء والآخر يحمل الدواء، فإذا سقطت تسقط بالجناح الذي يحمل الداء، فإذا أولجت أو إذا أدخلت باقي الذبابة
وضعت الدواء على الداء فبرئ بإذن الله. إنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أعتذر على هذه الإطالة وأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في نصرة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك